بحب اقدم شيء. هلا مؤخرا عم فكر، ما بعرف اذا بعمل هالشيء. عبالي اقدم شيء هيك. رح تتفاجئ لانه ما بعرف اذا رح تزبط. شيء بيشبه الراب. اهلا، واضح. انا جوزيف عطيه. ملكة على عرشها هو فعليا كانت غير عنوان. كانت الاغنيه كان اسمها بحبها، فهي بقلب الاغنيه في جمله ملكة على عرشها لانها ديفرنت هيك مختلفه وبتفسر مشاعر كل شخص ممكن يحسه تجاه البنت اللي بحبها، انه لازم يشوفها ملكة على عرشها. فلقينا انه عنوان مختلف وهيك جديد. يعني كل عمل بعمله بشتغله يكون يوصل للناس وبشتغله على اساس انه ينجح، وبترك الباقي على الناس وعلى ربنا اكيد. بوصول الاغنيه، انا هالاغنيه من الاغاني اللي كثير بحبهم، جدا محببين على قلبي وجدا قراب من الجو اللي انا بحبه. وانا بس اطلع بسيارتي بحط ملكة على عرشها اليوم. كنت نوعا ما متوقع، وان شاء الله بعد لقدام بعد توصل اكثر ان شاء الله. بحب اكون يعني بحب علاقه الحب، وحدا بحب التزم بهالشيء. واكيد وجود امراه بيأثر. اذا بدنا نقول مش على العمل كعمل، بيأثر على الاداء. يمكن واحد هيك برني لحالي بطريقه احلى. بحس هلا اقرب الى اغاني الحب، ملكة على عرشها والاغنيتين اللي جايين فيهم حب. بحس فنيا يعني ثاقبت اني اقرب الى الحب. ما بخاف من الفشل، لانه الفشل بحسه شغله لازم تصير. يعني بكثير مطارح لازم الواحد هيك تو تيك ريسكس. يعني ممكن يفشل وبيرجع بيتعلم، بيعمل اشي غير، بيعمل اشي احلى. بحب اقدم شيء. هلا مؤخرا عم فكر، ما بعرف اذا بعمل هالشيء. عبالي اقدم شيء هيك. رح تتفاجئ لانه ما بعرف اذا رح تزبط. شيء بيشبه الراب. في اغنيتين لبناني بيتحضروا ان شاء الله، وفي اغنيه مصري كمان بتتحضر. في حفلات رح كون بابو ظبي على فالنتاين، بلبنان كمان على فالنتاين. تحضير دايما لحفلات ولا اغاني مستمر يعني. شكرا، واضح.